والله يا هو بارد ويسرسح القلب، لذيذ لذيذ. يلا نشوف الطريقة سوا. أنا متأخرة مرة في المنهج، مرة متأخرة في هبة الأوريو، فبسويه اليوم. صح متأخرين، أن تصل متأخرا خيرا من ألا تصل. المهم راح نسويه إن شاء الله. تقدرون طبعا تسوونه بصينية كبيرة، وتقدرون تسوونه تقديم فردي. أنا بسويه تقديم فردي. عندي حبة الأوريو بغمسها بالحليب، تمام، وبحطها بالكاسة. نسوي الطبقة الثانية بالخلاط. راح أحط علبة قشطة و6 حبات جبنة كيري أو أي جبنة كريمية، نص علبة حليب مكثف محلى. نشوف كذا كفاية. كريم كراميل وظرف دريم ويب، ونخلطهم. هذا الخليط صار جاهز. أبدأ أحطه فوق البسكوت. هي طبقة حلوة. الطبقة الثالثة ممكن تستخدمون بسكوت الشاي العادي، تغمسونه بالحليب وتضيفونه، أو كافي جوي. أنا فضلت صراحة كافي جوي. كافي جوي كذا يكسر لي طعم الحلاوة ويعطي طعم قهوة. طبعا ما راح أغمسه ولا شيء، بحطه كذا لأنه مرة خفيف وما يحتاج. عادي كسروه، ما حيبان لأنه حنحط طبقة أخيرة. حدخله الآن الثلاجة يتماسك، بعدين نحط الطبقة الأخيرة. لما حطيت بسكوت كافي جوي ما أدري ليش جاب بالي إني أحط باقي الخلطة نسكافيه. أحس بيعطيها طعم مرة لذيذ. بخلطهم الحين. شايفين هذا الخليط اللي حطيت عليه نسكافيه؟ حبيت إني أدمج بين السادة اللي هي الخلطة الأولى مع القهوة، طعم القهوة. أحس بيعطيها طعم مرة لذيذ. كذا يكفي ونواسيه. خلاص، ونحط الحين بسكوت كافي جوي. شوفوا الحين، شوفوا شلون صاير طبقتين. أحس إنه مرة بيطلع أطعم. الحين بحط بسكوت كافي جوي. خلاص ندخله الثلاجة إلين نجهز الطبقة الثالثة. راح أذوب 3 حبات جلاكسي مع قشطة بالميكروويف أو بحمام مائي. بعدين راح أضيف عليها ملعقتين نوتيلا. أذوبها وأرجع لكم. خلاص ذوبته، بس أحركه عشان أتأكد إن كل شيء مختلط. راح أضيف ملعقة نوتيلا ونقلب. خلاص كذا الطبقة الأخيرة صارت جاهزة. الحين راح نحطها بالأكواب. أبدأ أصبها في الكاسة كذا وأواسيها. بزينه بالأوريو الميني. ممكن تحطون الأوريو الكبير على حسب ما تبون، بس عشانها أكواب صغيرة فحزينه بالأوريو الميني هذه. ممكن بعد يعني تطحنون الأوريو حسب ما تبون. تحطون 2 3 حسب ما تبون، أو حبة كبيرة. شوفوا كذا. خلص الحلا اللذيذ. خلوني أوريكم الطبقات. شوفون، ما تتخيلون قد إيش هالحلا يسرسح القلب. كذا بارد ويجنن. طبعا يتقدم بارد، ميكس ما بين القهوة والشوكولات. شيء من الآخر. ضروري تجربونه. يعني إضافة قهوة سريعة التحضير للكريمة كانت إضافة موفقة. خصوصا كمان أضفت بسكوت كافي جوي بدل بسكوت الشاي العادي. كاتبت لكم الطريقة نهاية الفيديو. جربوها وقولوا لي رأيكم. علينا وعليكم بالف عافية.